السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد. رمضان إن شاء الله على الأبواب. الأسبوع الماجي إن شاء الله غادي ندخلوا لرمضان اللي كتفوح الرائحة ديالته من دابا. هذا الفيديو وجهه للسيدات على الخصوص، فما فيها باس أنك تدخلي للمطبخ وتوجدي الشهيوات ولكن بدون مبالغة، بدون إسراف وبدون تبذير. رمضان سيداتي راه ما مديورش باش تنوعي في الشهيوات، وما مديورش باش تسرفين وتبذرين، ما مديورش باش تكثري الماكلة في الطبلة. رمضان سيدتي مديور باش تستغلي الفرصة باش يدخل عليك هذاك رمضان إن شاء الله بالغفران، وتغفر لك الذنوب ديالك كلها، وديري ماكسيموم ديال العبادة وتتقربين إلى الله، وتستغلي تنتي الفرصة باش تغفر لك الذنوب ديالك كلها. حيت هي فرصة وقت ما وصلناها راه خاصنا نستغلوها باش يغفر لنا بها سيدي ربي الذنوب. وإلا بغيتي رمضان هاد السنة إن شاء الله يكون سبب في مغفرة ذنوبك كاملة، إذا خاصك ديري واحد البرنامج، ماشي غير النية. إذا النية يدير راه كاينة، حنا عندنا النية باش نصوموا شهر رمضان إيمانا واحتسابا، ولكن أول حاجة حافظي على الصلوات في وقتها، وزيدي عليهم حتى السنن إلا قديتي والنوافل. ثاني حاجة كل نهار قراي ولو غير صفحة من القرآن الكريم. دونك والقليل الدائم خير من الكثير المتقطع، يعني نحاول نقرأ كل نهار ولو غير صفحة ولا صفحتين ولا سميتو، باش نحاول نكمل القرآن في آخر الشهر، ولا إلا قدرت كاع أكثر. المهم قليل ومداوم أحسن من كثير ومتقطع. دونك ثالث حاجة الاستغفار 100 مرة في اليوم على الأقل. نقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه بقلب حاضر ومطمئن. رابع حاجة الصدقة ولو بشيء بسيط، ولو درهم واحد كيكون سبب في الجنة. وما نساوش قيام الليل ولو ركعتين في الليلة، خصوصا في العشر الأواخر، وبيان سور التراويح ديالنا، ونواظبوا على المسائل ديالنا. رمضان راه فرصة ما كتعاودش بزاف، يمكن يكون هو الشهر اللي يتبدل فيه المصير ديالنا بصفة عامة. دونك بداي من اليوم، دربي راسك ولو باقي ما بداش رمضان، بداي من اليوم وبداي دربي راسك، وخلي رمضان يكون نقطة تحول في حياتك. لأن راه ما مديورش هذا رمضان باش انتي تنوعي في الشهوات، راه مديور رمضان باش نستغلوه في العبادة، وباش نستغلوه باش ربي سبحانه وتعالى يغفر لنا الذنوب ديالنا. أتمنى أن يصلك الميساج، وإذا أعجبك الفيديو شاركه مع من تحب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.